السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رئيس الهيئة الوطنية للضمير الحر لحقوق الإنسان سي عبد المجيد، لك كل تقدير والاحترام، وكنشكرك على المجهودات القيمة اللي كتقوم بها لتصدي لبعض الممارسات اللا أخلاقية والتي نستنكرها كشعب مغربي، اللي من الشيم ديالنا اننا كنشدو وكنمدو اليد وما كنبخلوش على بعض المؤثرين اللي كيخرجوا من والو، ولكن من بعد ما كيشوف منهم الشعب المغربي الا الخبث. سي عبد المجيد، كنا كنعرفوا بان صاحبه قناه، واستسمح على هاد الكلمه، صاحبه قناه مولات العشعوش، والتحيه للمحكمه الموقره الموجوده اليوم رهن الاعتقال على الخارجات ديالها اللي يعني كانت ربما غير لائقه. اليوم كنشوفوا الشبيهه ديالها، وهو هاد خيتي، هاد الكارثه شيماء هق. علاش؟ وكانت اخر، ربما راكم شفتوا المنشور اللي وجهت لسيادتكم والمحكمه الموقره، يعني كانت يعني مش بان هاد السيده هذه تجاوزات الخطوط الحمراء، ويعني وصفات المغاربه بالصراصر بأقبح النعوت، مشات لجلالة الملك، مشيت لهيئة الأطباء، يعني بلا ما لا داعي للتكرار. وخرجات في واحد الخرجة، الله يخليك وليد دخل، الا ما تخليك كتحدى في المنشورات، دخل عند قناة ديدو، واحد السيد راه كيقلدها، واحد المؤثر كيقلدها، غادي تلقى المنشورات ديالها لا حذفتها هي، راه غتلحق المنشورات عند هذاك صاحب القناة. خرجات كتقول بانها ما غاديش ترجع تكمل الدراسه ديالها في الجامعه، حتى انها تجوال ودور الله يسر ليها، الله يهنيها الا كانت في المستوى، وكانت كان حسن السلوك، وكان ما كنزيدوها الى الخير، كيحسدها حتى شي حد. وما غادي نعشعش، يعني حتى نعشعش عاد نرجع. يعني انا وما عرفتش، يعني حشمت انني نتكلم بهذا اللومو، وما نرجع للجامعه نكمل الدراسه ديالي حتى نوصل 30 سنه حتى نعشعش. عيب وعار سي عبد المجيد، وعيب وعار. وانا مواطنه دابا، وكنتكلم يعني في خفاء، ومع ذلك حشمت. عيب وعار وحشومه اننا واحد السيده تلفظ، واحد المواطنه تلفظ بهذا اللومو هذا. عيب وعار. اذا يبغي كنتمناو من المحكمه الموقره تكون واحد العدل، وكنتمناو من سيادتكم انك ترفع واحد، يعني تحرك الدعوه العموميه في حق هاد السيده هذه. الفرق بيناتها وبين مولات العشعوش ان مولات العشعوش كانت كتواجه، يعني كتكلم على ما مسوقاش، ما شغلهاش، المهم كتكلم عارفه راسها، يعني كتكلم بواحد واحد الاسلوب اللي ما كيتقبلوش المجتمع، ولكن كتقلب على ربح مادي، كانها كتعمل افلام اباحيه على المباشر. هاد السيده كتعمل في الخفاء، كتشتغل في الخفاء، ولكن بعض الخرجات راه كتفضح كتفرش، كيبين على السلوكات الشيطانيه، على اللوفون ديالها، بان كاين واحد الخبث، كيف ما كيقول واحد المثل: سيماهم على وجوههم. ولو انه ما كانش خبات، شكون قبط بايد هاد السيده هذه؟ شكون دعمها؟ شكون قدم ليها يد المساعده؟ انا خرجت كتقول لك انا يتيمه الحيين، انا فاذا به ولينا كنشوفوا دي شوز، وعائلتي ما خلاونيش نخرج، ولينا كنشوفوها ما خالها خوالها جدها، ما بقاتش يتيمه الحيين، ما بقاتش غيراتها، ولات تنعت. هذاك الشيء ما كيهمناش، عائلتها ما كتهمناش، ولكن باش تنعت المغاربه بالصراصير ما كندوزوهاش ليها السي عبد المجيد. يمكنش يعني، واش انت صرصور، واش انا صرصوره، واش وكيل الصرصور، واش لا يعني إيه مني كتقول المغاربه صراصير؟ كتبدا من الفوق حتى الاخر مواطن. هاد السيده هذه كنطالبوا بالمتابعه، بحال هاد الناس راه ما خصهمش يطلعوا نهائيا. باش طالعه بشوها كيضحكوا عليها،
طلعت لينا باقي الفيديو باش تشهرات النهار الاول راه مازال بالنفنافه و هادشي باش طلعت لينا. استسمح سي عبد المجيد، فاذا به يعني راك حنا كنعرفوا المجتمع ديالنا كيقلب على شي ضحك، كيقلب باش انه يهرس هذاك الملل وداك لو ستريس، وهذا خصو على من عليه شي ضحك. يعني خص البنادم اللي كيشوف داك البنادم اللي اضحوا كيضحكوا عليه. اش كتقدم لينا هاد السيده ايجابي؟ ما كتقدم حتى شي حاجه. اخر يعني ما قدمات، ربما راجع المنشورات، ما بغيتش نبقى نتكلم. علاش هاد السيده هادي واشنو كتقدم لينا؟ الله يخليكم، بغينا نعرفوا اشنو كتقدم لينا. ويعني واحد التباهي على المغاربه، عارضه ازيره نجيبوها وحده ما يعني من استسمح، راه كلهم مغربيه تبارك الله، من الشمال حتى الجنوب، كلهم غزالات زوينات في الناس ما توصلهمش حتى يعني لبسوا قفيطين، لبسوا هادي تبارك الله، ما غتمثل وغتهز الرايه المغربيه وتحملها بواحد الافتخار بواحد، وتشرفنا كمغاربه. واش وحده لا زين لا نجي بكري كتقول انا ما باغاش ندير عمليه تجميل، هادشي ما باغاش دير عمليه وانت كتباهي على المغاربه وليتي كتوصفيهم بصراصير ديري عمليه تجميل. عمليه التجميل هو دايروها لك، قادوا لك سنانك ما خلوهم عملوا لك. نهار الاول نهار خرجات راه كتشوف. اللهم يا ربي تسمح لينا ويا ربي ما كاين من ربي اللي كيخلق الكمال لله سبحانه وتعالى. اذا بغينا السي عبد المجيد الله يخليكم، بغينا كمواطنين مغاربه، بزاف ديال المغاربه كيحاولوا ما امكن انهم يخليوش وليداتهم يشوفوا هاد النماذج ويشوفوا هاد الكوارث ويشوفوا. يعني انا لا اعمم، انما كنقصد هاد الفئه بالضبط اللي كل مغاربه وجميع القنوات كتستنكر هاد الخرجات. كاين قنوات ما شاء الله كلهم كيستنكروا هاد الخرجات الغير اللائقه والغير المقبوله. يعني هاد السيده برومييرمون ما كتمثلناش حنا كمغاربه، وكنقولوها لجميع دول العالم. هاد السيده ما كتمثلناش. ضربات واحد الرقم بسبب انها اضحوكه او هادي وهادي، وخرجت تبوسيد المغاربه وتقول لهم توسل المغاربه، تقول لهم اني يتيمه الحيين. يعني راه شفتوا الوضعيه المزريه. اذا به تحولت لينا لواحد الشبح، وتباهى على المغاربه وتفتخر على المغاربه، ورغم انها توجو تراجع الاصل ديالها، يعني وتبعد على المغاربه وتبعد على المحكمه وتبعد على تخلي المغاربه وليدات المغاربه نقيه. الله يخليكم السي عبد المجيد، ما بغيناش بغينا نشوفوا هاد النماذج على السوشيال ميديا. هي ممكن تغير المحتوى ديالها وهذا، ولكن المتابعه احنا ما كنسمحوش كمغاربه في الحق ديالنا. كيف ما تابعات مولات العشعوش وتابعوا وحدين اخرين، غتابع حد خيتي، لان وصفات المغاربه بالصراصير. هي ولات كتقول نعشعش. كلمه عشعش عيب وعار عندنا في المجتمع المغربي، ما كتقبلوهاش نهائيا. نعشعش عيب وعار. انا اليوم كنطق هذا اللومو هذا الكلمه هذه، والتحيه للمحكمه الموقره، وما عجبنيش الحال، لان كنت كانت اختي ولا كنت غنتصرفقها ولا نوض انا وهي نجري على من الدار. ولكن للاسف بعض العائلات كيهمها المال، فلوس، مابقاش باغا كتهمها الكرامه ولا كتهم. ولكن مع من كتوحل، واش غادي يجي ولد قاضي ولا يجي ولد يعني وزير، ولا غادي يجي ولد للاسف ولا ولد طبيب ولا هادي غادي يعمل هاد الكوارث؟ ما يخليش ولده يتفرج بحال هاد النوع هادي. الله يخليكم، راه الصور الاخوه المغاربه والسي عبد المجيد، راه الصور رجع المنشورات ديالها يعني راه كتبين الخبث، وكتبين ربي راه كيعطي الواحد على قد الفعل ديالو، على قد يعني اشنو كيعرفوا اشنو كان ناوي يعمل. يعني هاد السيده كانت جميله، كنتعلم الله اشنو غادي يشوف منها الشعب المغربي. وكنتمناو يعني كنتمناو ان المغاربه اللي طلعوها ودعموها ووصلوها نزلوها رجعوها للمكان يعني اللي جات منه النهار الاول، باش هذيك السيده تربى ويعني وتعرف الفرق بين الحمار وبين الطائره. يعني ما بغيتش نبقى نتكلم. الله يخليكم. الرائحه راه مازال كتعطعط على مواقع التواصل الاجتماعي، والفيديو باش تشهرت به راه مازال على مواقع التواصل الاجتماعي، وتفرق عليها المغاربه، تعطي اتساع للمغاربه، لان المغاربه ما كيصلحوش. المغاربه ما شاء الله تبارك الله عندهم اسمه في العالم باسره، ولا المغربيات زوينات غزالات كلهم عندهم واحد سيره الجمال ديالهم. الا هذيك السيده ما كتمثلناش حنا وهقق، لا في الجمال ديالها ولا في طريقه الاسلوب الكلام ديالها، او
برومييرمون ديك السيدة عندها إعاقة، تحية للناس اللي عندهم إعاقة ولكن ما كنلقاوش معاهم مشكل، كتلقاهم مقبولين تبارك الله، هاد السيدة مقبولة.